اللهم وسع علينا من الحلال، وأعطنا السعة في الصحة والمال، وارزقنا مع كل ذلك السكينة وراحة البال، واكتب لنا السلامة والتيسير في كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا 4 بصلات، معايا كيلو بطاطس، معايا قرنين فلفل، معايا حوالي نص كيلو طماطم. تمام كده تمام كده. جبت الكبه بتاعتي، قطعت فيها البصل اللي معايا كله، قطعت فيها قرنين الفلفل، وقطعت فيها طماطميتين كبار. ماشي، وهنديها بقى ايه، ضربه محكمه كده، ضربه كويسه يعني. المهم ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة لسه جديدة ان شاء الله تكبر بيكم. ولو استفدتي بحاجة واحدة بس اعملي اشتراك ولايك. المهم هنا بقى نزلت بالبهارات بتاعتي، بهارات فراخ عبارة عن ايه، زعتر، روزماري، واحدة ماجي، ملح، اي بقى بهارات عندك. تمام. بعد كده معلقة توم، معلقة شطة، وفرمتهم فرمة كويسة. هنا جبت نص فرخة مش فرخة كاملة، انا الفرخة دي كانت 4 كيلو، فبصراحة حرام عليا ان انا اعملها ايه مع بعضها. فبصراحة يبقى حرام عليا لو عملتها مع بعضها، يعني 4 كيلو ديامة، يعني دولت كانوا 2 كيلو. تمام. جبت بقى الجزء اللي فوق من الفرخة، طبعا الصدر انا كنت عاملاه قبل كده معاكم في فيديو الرقاق موجود على القناة. وبعد كده بقى جبت الكتفين اللي فوق وتبلتهم بنص الخلطة اللي انا عاملاها. ماشي، وظبطتهم كده، بس زودت عليهم رشة سكر عشان يطروا شوية معايا، لان الصدر كبير، الكتفين بالصدر كبار. تمام. وحطيت عليهم عصرة ليمونة وسبتهم بقى في التتبيلة شوية. وجبت البطاطس معايا، قطعتها شرايح رفيعة خالص، على قد ما تقدري صغري الشرايح. تمام تمام. بعد كده بقى جبت الصينية، انا كنت بخرطهم في الصينية، جبت عليها بقية التتبيلة اللي انا عاملاها ونزلت بيها. ماشي، وهديها برضو تقليبة حلوة بالتتبيلة دي. طبعا احنا بقى حاطين ملح الاكل كله على التتبيلة دي وهي في الكبة. ماشي، عشان ما نزودش ملح تاني ويبقى ملح مننا جامد. اهو زي ما انتوا شايفين كده. ورصيت البطاطس. ماشي، بعد ما قلبتها تقليبه كويسه جدا. وبعد كده جبت قرنين فلفل وهحط بقى قطع الفراخ اللي معايا. بصوا زي ما انتوا شايفين، يعني بسم الله ما شاء الله كبيره. تمام كده تمام كده. وانا نزلت بقى بقيه التتبيله اللي في الطبق معايا على الوش كده. وماشي، وهجيب طماطميتين، يمكن انتوا شايفينهم جنبي مني اهو. جبت طماطميتين وضربتهم في الخلاط، ونزلت برضو ببقيه عليهم حطيت الصلصه على الصينيه اللي معايا، وولعت عليها. وهنا بقى كانت شاويه بتنجان جبته، نزلت عليه بنص قرن فلفل اخضر، معلقتين طحينه كبار او 3 معالق يعني، اهو زي ما انتوا شايفين كده، وشويه ملح بس. واديهم برضو ضربه حلوه في الكبه معايا. ده كانت جنب الاكل بصينيه البطاطس يعني، لان انا كنتش ناويه ان انا اعمل رز، فقلت ايه البتنجان دوت هيبقى سلطه حلوه. وهنا خلاص كان البتنجان خلاص، اديته برضو رشه زيت من على الوش. ماشي، والصينيه بتاعتي بقى كانت بتغلي كده وحاجه، بصوا مش قادره اقول لكم اهي. بصوا شايفين البكبكه. الف انا بصراحه لله اكل. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه لسه جديده تكبر بيكم ان شاء الله. يا رب تكون خفيفه على قلبكم كده يعني بقى. اهو زي ما انتوا شايفين كده، هسويها فوق وبعد كده ادخلها الفرن تتحمر، يعني قبل المغرب كده بنص ساعه ولا حاجه. وهنا كان خلاص المغرب جدا، وكانت البطاطس بتاعتي اتحمرت، وكنت عملت سلطه وبتنجان، والف هنا لله اكل. بصوا البطاطس دايبه والفراخ قسما بالله تحفه. الف هنا. ودلوقتي اقول لكم سلام.